اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. العملية مش سهلة والله العملية مش سهلة، صعبة جدا يا أخي الفاضل، فركز معايا. ده يصح أن يقال، والآية صريحة واضحة، ده عذاب في القبر. في آية ثانية يقول الله جل وعلا في سورة غافر دليل آخر على أن عذاب القبر موجود: فوقاه الله سيئات ما مكروا. ربنا يجينا من مكر الماكرين يا رب، واجعلنا من الذين لا يأمنون مكرك. قولوا آمين آمين يا رب العالمين. اسمع الآيات: فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. المسألة إذن مش سهلة، المسألة مش سهلة. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. سوء العذاب خلي بالك، من الجائز أن يكون العذاب الدنيوي، ومن الجائز أن يكون عذاب البرزخ القبر. في الآية دي الآية صريحة: وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليه. عذاب القبر البرزخ، يبقى إذن في عذاب في القبر. ما توحد وتقول لا إله إلا الله، ما تصلي على رسول الله. اسمع الآية: فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. الله أكبر. وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة. إذن دليل قاطع على إن في عذاب قبر من القرآن. في ناس بتنكر عذاب القبر على فكرة، أنت يا ويلك اللي بتنكر. خايف عليك من ربة الرحمن، خايف عليك من وسوسة الشيطان، خايف عليك من هجرك القرآن. فأنت أول ما تخش القبر يقول لك تعالى بالأحضان يا أخويا تعالى. امال ايه؟ تنكر عذاب القبر والآيات صريحة واضحة. ذكر عذاب الدارين في هذه الآية ذكرا صريحا واضحا كوضوح الشمس في ضحاها وكالقمر إذا تلاها. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون سوء العذاب. اللهم نجني وإياكم من عذاب القبر ومن أهوال القبر. أمنوا قل آمين لعل الملايين إذا أمنوا وهؤلاء القوم لا يشقى بهم جليسهم. الله أكبر. الله أكبر لو استخدمت التقنيات في تطبيق شرع رب الأرض والسماوات.
خلي بالك والله العظيم، أقسم بالله هذا الكلام لنفسي أولا. أثبتت التجارب وأثبت الواقع، وما كناش محتاجين للتجارب ولا الواقع، لأن عندنا قال الله قال الرسول. بس للأسف أحيانا الأمثلة هي اللي بتوقع الإنسان في هذا الأمر، فتخليه يفهم إن ما حدش ينفع حد إلا عمله أمام الله. في عذاب قبر. قال تعالى آية ثانية: فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وإدبار النجوم. فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. وهذا يحتمل أن يراد به عذابهم بالقتل وغيره من عذاب الدنيا، وأن يراد به عذاب البرزخ، لأن كثير منهم مات من غير ما يعذب في الدنيا، تلاقيه منعم. حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، أول ما تحصل الصعقة لهم يحصل العذاب. ومن مات فقد قامت قيامته. والكيد بقى وشغل المكر مش هينفع النهارده. وخلي بالك يا مسلم أن هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد هذه الآيات. حديث عن النبي محمد في الصحيحين، وهذا الحديث المشهور عن البراء بن عازب الذي حدثناكم عنه، عن حبيبي وحبيبكم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهنتكلم عن الأدلة أيضا من السنة عن عذاب أهل القبور. لكن اقرأ الآيات. لما أخرج البخاري في كتاب الجنائز هذا الكلام، قال رب العزة جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. خلي بالك، لا إله إلا الله حين يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم إذا سئل في قبره شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وفي لفظ نزلت الآية التي بين أيدينا كما جاء في الصحيحين، نزلت في من يقبرون فيعذبون في قبورهم حين لا يستطيعون نطقا من ربك فلا يستطيع. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، أي لا إله إلا الله محمد رسول الله، هو في القبر. وقيل أنها نزلت أيضا في هؤلاء الذين لا يستطيعون نطقا من ربك لا يدري، ما دينك لا يدري. والله المسألة سهلة، أنا ممكن أنطقها دلوقتي وأنا على الهوا وما شاء الله يعني
لكن في القبر هتبقى العملية صعبة جدا. اللهم ثبتني وإياكم